مساء الخير يا كابتن نادر وكابتن طه وكابتن عصام وكابتن زكريا وكابتن كابتن حسن يعني مع حضرتك يعني. طبعا يعني. طب كابتن حسن، مش غريب عليك كواحد مصري وقبل ما تكون مدير فني للزمالك انك انت تعمل تضامن؟ الحقيقه يعني موقف يحترم جدا منك وتضامن مع كابتن محمود جابر كمان تضامن معاك. انا بقول لحضرتك مش لوحدي يا كابتن نادر، انا لما اخذت القرار ده بعد ما عرفت الاحداث اللي حصلت في بورسعيد والجماهير اللي حصل لهم واللي الوفيات، فبالنسبه لي يعني ما كانش انا لوحدي، كان انا جهاز اللعيبه الحكام كابتن جابر ولاعيبته وجهازه، وده وضع طبيعي. كان اي حد في الموقف ده، اي حد كان هياخد نفس القرار يا كابتن نادر. انا ما عملتش حاجه يعني تحس انها يعني فزعه قوي، لا انا عملت الحاجه اللي بيملي عليا ضميري لا اكثر ولا اقل، كواحد مصري وكواحد بيدور على مصلحه الرياضه وبيدور على مصلحه مصر، لان الرياضه وكره القدم بصفه عامه بصفه خاصه هي واجهتنا للعالم كله. صح، واجهتنا للعالم كله يا كابتن نادر. صح يا كابتن حسن. لا يعني مش عايز اقول لك كابتن حسن، انت عملت شيء الحقيقه رد فعل الامر انت مش متخيل يا كابتن حسن. يعني ربنا يحفظنا ويعافيك ويعافي الجميع يعني. انما الوضع خير وينصر مصر ويحفظ مصر كمان. انما الوضع مأساة يا كابتن حسن. يعني وفيات فوق 50 حالة وفاة كلهم من الشباب الصغير. عشان كده يا كابتن نادر لما سمعنا حاجة زي كده عادي، انت دايما بتحط نفسك في نفس الموقف، عشان كده بتاخد القرار بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى يعني. طبعا يا كابتن حسن. ازاي؟ والحمد لله ان كان في تعاون من تيم الاسماعيلي وكابتن محمود جابر، وكان في تعاون من المراقب وطاقم الحكام، فحتى كمان جماهيرنا اللي في الملعب لما وقفنا في الملعب واتقال في المايك بتاع الاستاد تهيألي ان هم كانوا برضه يعني يسقفوا وبتاع للتضامن ان احنا سواء مع الجماهير او مع اللعيبه او مع النادي الاهلي جماهيره او مع نادي بورسعيد جماهيره، مع كل الانديه. لكن الاحداث اللي بتحصل دي يعني انا بقول لحضرتك انا عندي غصه ونغزه جامده في قلبي من اللي حاصل ده. لا طبعا، واحنا كلنا كابتن حسن، ربنا يحفظك كابتن، ويعني احنا بنحييك وليك كل التحيه وربنا يرحم جميعا. شكرا. ربنا يحفظنا جميعا يا رب ان شاء الله. شكرا كابتن حسن، شكرا جزيلا.